السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد وموضوع حلقة جديد. كيف تميز بين ألم في القلب عن غيره؟ يعني شلون تعرف إذا صار عندك ألم بصدرك هذا الألم ناتج من القلب لو غير القلب. هنا أكو ناس أكثرهم يصير عندهم آلام بصدرهم، فيحس نفسه أنه قلبه وصار به ألم وها خاف جلطة وخاف ذبحة وخاف كذا. اخوان، مو كل شيء انه معناته هذا الالم ناتج من القلب. هنا عندنا راح نميز، اكو فقرات كتبناهن واكو هم غيرهن لان المجال ما يكفي، وهن ما لهن داعي انه نضيف ازيد من اللازم، بس لان يعني فقرات بسيطه جدا تقدر تميز بيهن، وراح اضيف انا من المعلومات الباقيه اكمل لكم اياها. عندنا هنا اول شيء الم بالقلب، الألم الناتج بالقلب، يعني هذا باعتبار صحيح قلبك يوجعك وعندك ضيق بشرايين القلب أو مجهود ذاتي بالقلب، يعني أنت راح تعرف أنه شنو الأسباب اللي صدرت من عنده. أولا ألم مع المجهود، يعني شنو؟ يعني أنت من تجي تمشي تتعب الألم يجيك، يصير عندك ألم، مجرد ما تقعد ترتاح شوية يروح الألم عندك انزال. هنا بالجهة الثانية نسميها نغزة الصدر، يعني نغزة بالصدر تصير ألم بدون مجهود. تصير نغزة الصدر اللي هي مثلا تصير عندك جوا قلبك أو بالجهة اليمنى أو أي مكان، نغزات، هاي تصير ألم بدون مجهود. نكمل هنا حتى نفرق بيناتها. قلنا أول شيء عندنا اللي ناتجة عن القلب تصير ألم مع المجهود. ثانيا يزول الألم عند الراحة، يعني من ترتاح الألم يروح. ليش؟ لأنه هي يصير تضيقات بالشرايين وما توصل للقلب أو الأوردة، فيسبب عندك ضيق وما يوصل دم كافي، يسبب عندك ألم. من ترتاح الدم يقوم يجي براحته، مو مجهود وضغط، فيوصل بكمية يعني تكفي، يرتاح الإنسان. ثلاثة عندنا ضيق النفس واللهثة، يعني نفسك يضيق شوي عليك، تحس نفسك قوة تريد تاخذه وتلهث تقوم، تصير عندك لهثة من تمشي يعني مسافة شوية، يعني مسافة 5 مترات 10 مترات تحس نفسك تتعب وقوة تمشي، يعني طاقة ما عندك بالجسم. فهاي يعني تنتج من آلام القلب. عندنا ثقل على الصدر، تحس قلبك العفو صدرك عليه ثقل، يعني وكأنه جبل قاعد عليك. 5 الشعور بالتعب والغوى، يعني تحس نفسك تعبان، انت ما تقدر، يعني ما لك واهس تقوم اصلا، ونفس الوقت شلون غواش عليك صاير ومشوش فكرك مضطرب. هاي شنو تنتج؟ هاي تنتج من القلب. اكو بعد اضافات هسه هم اشرح لكم اياها ان شاء الله. عندنا نغزة القلب، يعني اللي هي الآلام تصير مو من القلب ناتجة. يصير اول شيء الألم بدون مجهود، يعني بدون ما تتعب انت الألم يجي، يعني انت قاعد على كرسي او تقرا او بسياره او شيء ويجاك الألم، تقوم تفرك هيك يعني تدلك العضلات شيء شويه يروح. زين تمشي الألم باقي، تركض الألم باقي، يبقى نهار، يبقى يوم، يبقى ساعه، يبقى ما تعرف ايش قد. زين، فهذا تشنجات نسميها. هسه اشرح لكم شنو اسبابها. هنا لا يزول عند الراحة، يعني من تجي ترتاح تريد الألم يروح ما يزول، يبقى الألم، لأن هو أساسا مو يعني من القلب جاي. اضطرابات، لا يوجد ضيق في التنفس، ما عندك ضيق في التنفس، يعني هسه مثلا هيك وصار عندك ألم، يعني النفس مالتك طبيعي وما عندك تشنجات، ما عندك شيء، فهذا يعني ما صاير من القلب. زين، عندك لا يوجد ثقل على الصدر، يعني صدرك مرتاح وما بيه ثقل، بس مجرد نغزات ألم تصير. بس اشرح لكم اياها شلون تصير. لا يوجد تعب ولا غواش، يعني ما تتعب من تمشي، من تركض، من تلعب طوبة، ألم عندك صاير بصدرك بس ما تتعب، وما عندك لا غواش ولا، يعني مسيطر طبيعي، وكأنه شلون هسه نشرح وياكم وعندي مثلا ألم صدري هسه. فهنا اكو ألم يصير هيك يجي على عظم القص ويلوف جوا القلب. اكو يعني هذه الوضعية تصير عند كثير من الناس، هواية يجي مباشرة على العظم مال القص وجوا الثدي يلوف، نسميها تحت القلب. هذا اللي هاي العلامات والاعراض اكثرها تكون به. شنو اسبابه؟
اسبابها انت ما تدري، قاعد وجاك الالم، حسيت هنا صار الم او هنا شويه، فمجرد انه شويه هيك الدلكه يروح الالم. مرات يبقى ما يروح، لو هسه ما تاخذ مسكنات شيء ما يروح. هو اساسا هذه التشنجات تصير وين؟ بالعضلات يعني اصلا مو يم القلب، يعني هاي العضلات اللي فوق القفص الصدري، او المتلبسه مع القفص الصدري، او الاعصاب، او ضربه تصير عندك مثلا بالصدر. هذا تصير اكثر شيء عند الطلاب وعند السواق. ليش؟ لان هم مدنقين على طول، يعني السائق تلقاه مدنق، فهاي المنطقه تكون يعني هيك الدم يصير بيها قليل. يعني شلون هسه انت تطبق ايدك هيك وما يوصل دم هنا قليل يصير، فمن كثر يصير عندك تشنج هنا بهاي المنطقه وهاي المنطقه. مرات تصير بالجهه اليمنى بس شيء قليل. فاحنا هذا شو نسميه؟ نسميه نغزات القلب. ألم السواق يصيحوا لك بهم بعض الأطباء. دائما يصير عند السواق، يصير عند الطلاب، يصير عند ذولا أصحاب المكاتب اللي على الكمبيوتر، يعني على الحاسب يقعد يكتب على طول النهار وشي، هم يصير عنده هاي الآلام. فذولا اكو بيهم ياخذ ريليف، يعني يدلكه زين يروح التشنج عنده يصير زين. اكو ياخذ مثلا فولتارين يصير زين. ألم القلب يختلف، ألم القلب يوجع وجع بحيث يعني هيك يقوم تملخ بنفسك وتريد زين. يعني لأنه ينزل وين؟ بالعمق، وتحس الألم داخل جوا بالعمق، الألم قوي مالته. هنا بالراحة يروح، هذا بالراحة ما يروح، يعني يبقى تركض تمشي نفس الشيء. ونفس الوقت هذا مرور الزمن لا سمح الله يسبب جلطة القلبية، ذبحة الصدرية، ما ذني هذا لا ما يسبب، هذا مجرد يعني آلام تشنجات. بس انت طالما عندك هاي الآلام النغصة الصدرية نسميها، انت لازم تشوف اسبابها شنو، ايضا تروح تقدر تراجع طبيب. بس الفرق انه هذا تحسه من القلب يوجعك زايد، هذا احنا ما نهتم له، نعتبره شيء جانبي، شلون نسميه سايد افكت. فهنا انت ميزت الفرق بين وجع القلب ونغزة الصدر، يعني اللي يصير النغزات بالصدر. هنا هذا الموضوع تقريبا انتهى عندنا. راح اسوي حلقة ثانية ايضا تحكي عن نفس الموضوع، بس راح اميز لكم بها شغلات بسيطة عنها. هنا راح انهي وياكم الحلقة، وان شاء الله نلتقي وياكم حلقة ثانية. ولا تنسونا بالاشتراك واللايك بالقناة، وراح اقرب لكم شوية الصورة خاف تردون تشوفون الكتابة. حتى إذا تردون تسجلوها أو شيء. وشكرا لكم.